السلام عليكم ورحمة الله لكل المشاهدين الكرام. راح نقدم لكم بالأرقام توقعات سعر الأورو للثلاث أشهر القادمة أفريل وماي وجوان، بالإضافة إلى توقعات نهاية عام 2023 بالأرقام إلى أي مدى ممكن يلحق سعر الأورو والدولار الأمريكي وحتى الجنيه الاسترليني والدولار الكندي، بالإضافة إلى أسعار الأورو اليوم في السوق الموازي. ادعمونا بلايك واشتراك حتى يوصلكم كل جديد. حكينا في فيديو سابق في نهاية فيديو الأسعار عن توقعات 3 أشهر القادمة، وعلى العموم الأورو راح يطلع في الأشهر القادمة وإلى أي مدى بالأرقام. راح نقدم لكم الأسعار في هذا الفيديو، والأسعار الحالية هي 100 أورو 2,240، هذا السعر الأكثر تداولا. أما البيع 2,260 في السكوار وأغلب الولايات، والدولار الأمريكي 21 حتى 21 و10، أما البيع 21 و30. ومن المتوقع في شهر أفريل يصعد سعر الأورو والدولار بحوالي 20 ألف، يعني ممكن يلحق سعر الأورو 2,260 في الشراء والبيع 2,280. أما الدولار الأمريكي ممكن يوصل 21 و30، أما البيع ب2,150. وحتى البوندا يعني الدولار الكندي راح يرتفع من 10 حتى 20 ألف. أما في الأشهر القادمة بعد أفريل هناك احتمال في ارتفاع سعر الأورو، ومع نهاية العام ممكن تلحق الأسعار إلى أقصى حد. ورغم هذا هناك بعض المخاطر، منها يعني فتح مكاتب الصرف، وحسب تصريح الوزراء راح يكون في خريف 2023، يعني في أكتوبر أو نوفمبر، والمتوقع راح تكون في 2024، لأن الإجراءات يعني تطول في هذا المجال، يعني المصادقة عليه في البرلمان، وبعدها يعني اعتماد مكاتب صرف رسمية راح تكون في 2024. وهناك مخاطر أخرى، منها انهيار سعر الأورو في البنوك السعر الرسمي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة بعد توقعات اجتياح روسيا لأوكرانيا بشكل كبير في الأشهر القادمة. وحاليا أتحضر لهذا الاجتياح، ممكن يأثر على سعر اليورو في البنك، يعني في السوق الرسمية، وينعكس على السوق الموازي. رغم هذا كل التوقعات تصب في اتجاه الارتفاع، ممكن يرتفع سعر الأورو والدولار الأمريكي في نهاية العام. ممكن الدولار الأمريكي يوصل إلى غاية 2,170 في الشراء، أما البيع 2,200. أما بالنسبة للأورو ممكن يوصل في نهاية العام 2,280 في الشراء، أما البيع 2,290 حتى 2,300، والله أعلم.